أمام الجميع إذا ما أثبتت لك إن أبا بكر كذاب من صحيح البخاري، والله العظيم بنص محكم لا يدع مجال أبدا. ماذا تقول؟ وأثبت لك من صحيح مسلم أن عمر كذاب، ماذا تقول؟ وأثبت لك من صحيح البخاري أن عثمان في النار، ماذا تقول؟ يلا. أنا أقول أن سيدنا الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله، أفضل الناس بعد رسول الله. الأثر يقول هذا. طيب الآن يا شيخ معاوية، في صحيح البخاري أبا بكر في سقيفة بني ساعدة حينما اشتد الأمر بينه وبين الأنصار وقالوا له منا أمير ومنكم أمير، قال لهم أنتم الوزراء ونحن الأمراء. اتفقوا على ذلك. صدق أم كذب؟ يلا جاوبني، صدق أم كذب؟ سيدنا الصديق. صدق أم كذب؟ قال لهم أنتم الوزراء ونحن الأمراء. صدق لو كذب؟ صدق سيدنا الصديق. هذا بداية الكلام. أخواني صدق أبو بكر صدق وهو صديق. أعطيني الآن أنصاري واحد عينه أبو بكر وزير، يلا شنو اسمه؟ يلا منو الأنصار الذي عينه وزير؟ أجاوبك. أعطيني أنصاري. لا أجاوبك ولا تفرفر ولا تروح يمنه ويسرى وراسك مصلبخ. قل لي من هو الوزير الذي عينه أبا بكر؟ يلا يا أستاذ الموسوي، هذا بداية الحديث. دليل عجزك عن الاتيان، دليل عجزك عن الاتيان باسم أنصاري واحد هو دليل كذب أبي بكر من صحيح البخاري. يلا الآن ننتقل إلى عمر. أسماء تقول لعمر في صحيح مسلم كذبت يا عمر. من اللي كذاب، أسماء لو عمر؟ يلا جاوبك، خلصنا عندك نجاوبك. لا جاوبني. في صحيح مسلم أسماء يقول لها عمر نحن أولى برسول الله منكم، فقالت له أسماء لا وين كتب السنة سيدنا؟ لا ما يصير. نعم في صحيح مسلم في كتب السنة أسماء تقول لعمر كذبت يا عمر. يلا أعطينا مجال عمر. من الكاذب، أسماء لو عمر؟ يلا جاوبك واحدة. يا أستاذ الموسوي، أولا سيدنا الصديق عندما تكلم بالسقيفة. أنا أسألك عن أسماء وعمر، جاوبك على الصديق الآن. معاوية يسألك عن عمر وأسماء، جاوبك على الصديق. هو عم يسألني الصديق عشان يقول لك أسماء تقول لك عمر كذبت والله. أما بالنسبة لأسماء رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، معنى كذبت أخطأت. هذا بمعنى الألباني يقول كذب عمر وأخطأ أبا بكر. إذا كان معنى كذبت أخطأت فيقول أخطأ. ليش يقول كذب عمر وأخطأ أبا بكر؟ لا لحظة، هو يقول أسماء الصديق. طيب تترضى على ابن محمد بن أبي بكر؟ ترضى محمد بن أبي بكر ليس، ما دخل محمد بن أبي بكر. هو ابنها أسماء ابن محمد. هي محمد بن بكر ابنها ابن أسماء بنت عميس. طيب ما تعرف؟ أنا أقول على أسماء بنت سيدنا الصديق رضي الله عنها. لا هو يتكلم على اسماء محمد ناصر الدين الألباني. لما منو قالت عمر كذبت؟ أسماء بنت عميس لو غيره؟ اي أسماء بنت عميس. اي هو هذا مشتبه يقول لك أسماء بنت أبي بكر. لا ذيك أسماء بنت أبي بكر وحد. ذيك أسماء أم عبد الله ابن الزبير، ذيك زوجة الزبير. ذيك وحد. هذيك أخت عائشة. أخت عائشة شو اسمه رضي الله عن أمنا عائشة رضي الله عن أمها. أستاذ هذه الأحاديث الضعيفة والموضوع محمد ناصر الدين الألباني. يقول والثاني إنه لم يجز أن يأمر بما نهى عنه، وهو عليه السلام قد أخبرنا إن أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره. أخطأ في تفسير فسره، وكذب عمر في تأويل تأوله في الهجرة. هو هذا مال الهجرة. قال نحن أولى برسول الله منكم، قالت كذبت يا عمر. هو يتكلم معاه هذا في صحيح مسلم. هذا في صحيح مسلم. أخطأ أبا بكر وكذب عمر. يلا ماذا تقول؟ رضي الله عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وعلى ابنها. رضي الله عن أسماء بنت الصديق. سجلنا أسماء بنت الصديق. احنا ويا أسماء بنت عميس
جاب لنا عليها ذيك، ايش علينا بها؟ طيب هي هاي اسماء لماذا سميت بذات النطاقين يا معاويه؟